لكل الناس اللي مستنيه تجمع حق كورس الانجليش عشان خاطر يبتدوا يتعلموا انجليش او مستنيين الفرصه المناسبه عشان خاطر يتعلموا اللغه، انا حابب اقول لك ان انت مش محتاج اي كورسات نهائيا وغيرك عملها قبل كده. انا الحمد لله في 2018 ابتديت اتعلم انجليش، وقبلها ما كنتش عارف اي حاجه في الانجليش لان انا طبعا خريج مدارس حكومه زي بقيه الشعب. ولكن انا اعتمدت على نفسي واعتمدت على المصادر المجانيه اللي موجوده على يوتيوب، والحمد لله قدرت في خلال سنه واحده بس اجوين فودافون يوكي واكون كمان توب بيرفورمر في الشركه. والحمد لله كمان اتعمل لي زي اكسبشن ان انا اكون فودافونر بدل اوت سورس. فحابب اقول لك ان انت يعني لو انت مستني الفرصه المناسبه فانت كده مضيع وقت. والله العظيم انت تقدر لوحدك تتعلم انجلش وتكون فلوينت في خلال سنه واحده بس لو اعتمدت على اليوتيوب، ومش محتاج ارشح لك كورس معين. ولكن انت لو كتبت بس على اليوتيوب كورس انجلش او كورس انجليزي هتلاقي مليون محتوى عربي وممتاز جدا طالع لك. وطبعا انا مش محتاج اقول لك ان انا اتعلمت طبعا من الافلام والمسلسلات والاغاني، وان انا احاول اقرا كتب. وطبعا اهم حاجه ويعني رقم واحد في القصه كلها هي البراكتس، ان انت تبراكتس مع ناس بتتكلم اللغه، سواء الناس دي نيتيف سبيكرز او حتى مش نيتيف سبيكرز. المهم ان انت تغلط، اتكلم واغلط واقعد صحح لنفسك، واقعد شوف ايه الاخطاء اللي انت عملتها وحاول تتجنبها. حاول تتكلم وتهته في الكلام، مفيش اي مشكله خالص. مع الوقت هتيجي معاك وهتلاقي نفسك بقيت فلوينت في سنه، سنه ونص بالكتير جدا. دي كانت تجربه حقيقيه، وكانت تجربتي في تعليم اللغه الانجليزيه. فانا يعني بقول لك انت تقدر تعملها تمام، مش محتاج اي حاجه غير ان انت بس تبدا. انت يعني كسلك وان انت قاعد مستني هو ده اللي معطلك. وصدقني الفلوس ما بتتعملش دلوقتي من غير انجليزي، سواء هتشتغل فريلانسر او هتشتغل في اي شركه. فزي ما انتم عارفين انا شغال فريلانسر والحمد لله توب ريتد بلس. فمن غير الانجليزي ما كنتش هقدر اشتغل مع عملاء اجانب واعمل فلوس بالدولار. فالانجليزي مهم جدا، ابدا من النهارده اتعلم. حتى لو اتعلمت كلمتين النهارده وكلمتين بكره هتلاقي نفسك معاك 4 كلمات وقبليهم ما كانش معاك اي حاجه خالص.